السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. شايفين حبايب قلبي نقع البومبار بالليمون والتلج. قبل ما نبدأ الفيديو حبايب قلبي صلوا على رسول ونسمي الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. طبعا انا هنا بسلق الكرنب، وهنا برضو معلقة على اللحم بشوحها، وهنا كمان معايا نعمل بقى خلطة المحشي. من المحشي هو نفس الشيء اللي احنا بنحشي بيه البومبار، يعني هي الخلطة، يعني مش هنزود حاجة ولا هنقص حاجة. تمام. هنا معايا معلقتين من السمنة، ومعايا معلقتين من الزيت. تمام. وكمان يعني ربع كوباية من الزيت، وكمان معايا 5 بصلات. تمام كده. ومعايا كام فصوص من الثوم، كام فص من الثوم كده. بعمله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص خلاص. هنا بقلبها كويس جدا لحد ما البصلة بتاعتي تبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا شفشق طماطم حاطه فيه قرن فلفل حامي، وبعدين انزل بالطماطم وخلاص اسيبها بقى تتسبك شويه. طبعا بحط حبه ميه كده في الشفشق، وبقوم انزله يعني مش عايزه اسيب اي طماطم في الشفشق الخلاط. ومعايا معلقه صلصه. تمام كده حبايبي. هسيبها تتسبك براحتها، ونشوف هنحط بهارات. طبعا البهارات بتاعتي انا مش هكتر المره دي في البهارات في المحشي. انا هحط شوفوا حبايب قلبي اتسبكت اهيت. هو البخار طالع على الكاميرا. معلش بقى البخار طالع في الكاميرا كده، فانتوا ما انتوش شايفين كويس في الصلصة بقى بتاعتي. طبعا انا حطيت معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الملح. مش هضيف اي بهارات تانية. انا قلت بقى المرة دي بقى نخليه البهارات بتاعتنا قليلة شوية. ومكعب مرقة. تمام يا حبايب قلبي لحد كده. خلاص هنقلب كل ده مع بعضه. وبعدين بس على فكرة والله طعم البهارات دي كفاية على فكرة. يعني احنا بنحط بهارات زيادة، هو بيبقى طعمه حلو بس برضو الطعم بيبقى حلو برضو جدا جدا. لو استكفيتي فلفل اسمر وملح بس، فلفل اسود وملح بس. طبعا انا الخضرة بتاعتي غسلاها كويس ومقطعاها زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا ضفتها على الصلصة بتاعتي وهقلبها كويس. وطبعا انا غسله الرز، قلنا الرز وغسلاه ومصفياه. وده البومبار بتاعي برضو غسلاه وش وظهر. هو جاي نضيف فله فله، يعني انا بشتري الحاجه نضيفه. انا بس بغسل بعيد عليه غسيل بالليمون والملح والتلج وزي ما بقول لكم، يعني انا بعمل في اي حاجه ريحتها بتبقى زفره بغسلها ازاي. انتوا طبعا عارفين انا بغسل ازاي الحاجه. تمام يا حبايب قلبي. انا كنت نقعاه بالليمون ومكعبات التلج لحد ما كنت يعني قلت بقى اما اشوف بقى شغلي بقى اسلق الكرنب واسلق واعمل التخديعه بتاعتي لحد ما ريحته كده يبقى حلوه كده. تمام من بره ومن جوه. يعني انا بقلبه وبنقعه برضو من ظهره. كده خلاص. جبت حبة بقى رز كده مع نفسهم، علشان طبعا بقى عشان بس مية البومبار كده يعني متسقطش كده على الرز كله. فانا باخد حبة رز بعيد عن الرز بتاع الكرنب. في ناس بشوفها بتمسك قمع وتحط في الرز كده بتحشيه بالقمع. فهي انتي بتعمليه بالطريقة دي. انا هعمل كام واحدة قدامكم كده. بقوم فاتحاها كده وبقوم بصبعيني كده، وبقوم مدخله حبه الرز. مبكترش الرز فيه علشان خاطر كده كده الرزايه بتتضاعف معايا وبتستوي وبتكبر. فعلشان خاطر البمبرايه ما تتفتحش منكو هي بتتسلق، فانتوا لازم تقللوا الرز شويه. طبعا انا هنا كده كنت بتنرفز على ابني علشان مش بيصور كويس معايا، فقمت رميت البمبرايه كده من ايدي. خلاص كده لحد كده كفايه. يعني تمام تمام. خلاص انا خلصت الكميه كلها حبايب قلبي. وبعدين هنا بقى تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا هنا بقول لكم انا مش ماليه البمبرايه علشان الرزايه بتتضايف معايا، وعلشان كمان هي كده كده اصلا الرزايه بتنفش لوحدها. تمام كده معايا حبايبي.
كله يصلوا على الرسول المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. هنا معايا ميه هنا بتغلي اهيت، ومعايا انا اسفه ورق لورا ومستكه وحبهان. خلاص هنزل بقى بالبومبار بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا بقى البنبورية في قلب المية بتعمل ازاي، بتكش ازاي، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. نزلت كل الكميه حبايب قلبي خلاص، واقوم حاطه بقى البهارات بتاعتي. نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الكزبره الناشفه، وهضيف الملح في الاخر خالص لما يستوي. زي مثلا ما بتعملي لحمه او كوارع او اي حاجه، اللحمه بتتضاف في الاخر اول ما تلاقي البونبورايه استوت. تقومي حضرتك تضيفي الملح. طبعا كلام للمبتدئين، مش طبعا للستات البيوت اللي كلنا بنعرف نعمل بومبار والمحشي وبنعرف نطبخ طحاين جدا جدا يعني. بسم الله ما شاء الله، كان تحفة 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 ما شاء الله. انا بقى اروح احشي بقى. تمام. وايه نوريكم بقى لما يسلق البومبار هيبقى شكله عامل ازاي. انا كده بحط الملح في الاخر خالص علشان البومبرايه تستوى براحتها، تستوى علشان هي نفس نظام الكوارع واللحمه والكلام ده بتاخد سوا كتير، فالملح بنضيفه في الاخر خالص. تمام يا حبايبي كده. وشربتها جميله جدا جدا جدا. يلا بقى اللي مشتركش بقى يخش يشترك بقى ويعمل لي لايك ويدفع زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا طلعت البومبار بتاعي من الميه، وهنا معايا الزيت دوت انا مطرحه، يعني كنت محمره فيه لحمه، مش قلت يلا هو نضيف احمر بقى البومبار بالمره فيه. تمام كده. تمام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنزل البومبار كله بتاعي، هو الزيت خلاص سخن معايا، وهنزل البومبار بقى بتاعي كله. انا بقطع البومبارايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو كان جاي كده حته واحده كده، وانا اللي مقطعها بالطريقه دي. طبعا هنا انا بوريكم المحشي ورق الكرنب. عملت له العقد بتاعه بيستوى اهوت، واللحمه برضو هحمرها ورا البومبار. ايه رأيكم بقى في الفيديو الجميل ده؟ قولولي في الكومنتات ايه رأيكم فيه، وان عجبكم الفيديو يعني ما تنسوش بقى لايك حباب قلبي. وده حباب قلبي الشكل النهائي. حمرت اللحمة، عملت برضو طبق سلطة حلو كده، و والبومبار والشوربة بتاعت اللحمة ما شاء الله. وشوفوا بقى ايه رأيكم، قولولي في الكومنتات ايه رأيكم، ايه عجبكم الفيديو ولا ما عجبكوش. وتعالوا بقى اتفضلوا معانا. بس والله يعني ريحة الشقة كلها ريحتها تحفة بالمحشي والبومبار. عايزاكم بقى تقولولي ما تبخلوش عليا باللايك حباب قلبي. وكل اللي يشوف الفيديو بقى ما ينساش بقى يشترك لي في القناة. حبايبي اللي بيشوفوني كده وبيتابعوني من غير ما يعملوا لي اشتراك ولايك، ما فيهاش حاجة لما تخشي كده وتعملي لي اشتراك ولايك حبيبتي. شكرا جدا جدا على حبايبي اللي بتدعمني وبتقولي كومنتات حلوة. متشكرة جدا جدا جدا. ربنا يبارك فيكم يا رب، وفي صحتكم وفي عافيتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. وبكده حبايب قلبي الفيديو خلص معايا. مع ألف سلامة حبايب قلبي. باي باي.